السلام عليكم. الإخوان، كما كتشوفوا احنا في مطار قرطاج الدولي الآن في صالة الانتظار ديال ترانزيت. جينا لتونس، كاين بعض الأشخاص عبور إلى ليبيا وما تمتش الإجراءات. طبعا من هنا منعت من الدخول إلى مع تونس. سولنا شنو المشكل وعلاش هل المغاربة ممنوعين انهم يدخلوا لتونس. قال لك ماشي ممنوع، ولكن كاين تشابه الاسماء. دابا انتم كما كتشوفوا الاخوان، شحال من مغربي. ها انت الاخ الاول، اوراقنا قانونيا كل شيء سليم. شويه مره يقول لك ما تدخلوا، ما عندكم لا جايين يسولوا لا جايين. نقول لهم جايين كيف جميع الناس، جايين من جميع انحاء العالم. يعني انت جاي لتونس ترانزيت، يعني توريست. فهمت بمعنى يعني انك انت ما بغا توريست. ولاش خلاكم دابا في حجره الانتظار؟ ما نعرف. ايوا انتم كما كتشوفوا، انا واحد الشخص انايا كما كتشوفوا احنا لقينا سوء المعامله وسوء الوضع. دابا واحد ديالنا والاورو ديالنا التوريست عطله باغيين ندوزو هاد الايام. لو كنت غديروا بحال هكا حيتونا من كازا قلنا ما نمشيوش. يا ريت هذا النداء، يوصل للمسؤولين. يا ريت هذا النداء. الا ما كلا لا والو. خوت انا مغربي ياك، ودنا كاملين مغاربه. جينا لبلاد القاره الكحله تونس. حنا كون كانوا عندنا في تونس كنرحبوا بهم ونتهلاو بهم. عندنا المغرب كون كانوا عندنا في المغرب ونتهلاو فيهم. جينا لتونس خلاونا حنا من 6 الصباح وحنا عاوتاني 6 الصباح اخرى. لا اله الا الله. والو شي الحبس كيجيبوا الخبز الحليب هنا. انتم كما كتشوفوا ما تهضروش مزيان. باش تعرفوا مصداقيه الفيديو الاخوان. انتم كما كتشوفوا هو مطار قرطاج الدولي. هذه الرؤيه خارج المطار. ونتمنى هذا الفيديو يوصل للسلطات والناس المعنيه بالامر او القنصل. للاسف الشديد المغاربه كيتعرضوا لاهانات بزاف من اي دوله في العالم. ولنا الله ولنا الملك ان شاء الله، والله يحفظكم.